طلبتوا مني اكلات للمصيف. تعالوا بينا النهارده هعمل لكم كده اول وصفه، وهي الكفته دي. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هنحضرها وهي الراديو بتاعنا. بعد كده بقى هنحضر بقيه حاجه الوصفه، وهي عباره عن اول حاجه حضرتها دي الطبق دي في البقسماط المطحون. بعد كده جبت اللحمه المفرومه وحطيتها، هي كانت جامده شويه فحطيت عليها كيس من البيكنج باودر، وهسيبها كده تفك شويه مع نفسها عبال ما احضر البصله. جبت 4 بصلات كبار وفرمتهم ناعم جدا جدا في الكبه، وببدا اللي انا اصفيهم علشان هاخد الميه بتاعتهم علشان هستخدمها دلوقتي في تصبيع الكفته في الاخر. هنا في تريكايه تانية بحب اعملها، وهي البصله بتاعه اللحمه المفرومه. هنا خلاص ميه البصل هشيلها. البصله بقى بحب احط عليها الاول البهارات، ملح وفلفل اسود. هنا النهارده هستخدم بهارات نكهات النوبه. بهارات اللحمه بتاعتهم بجد تحفه جدا جدا جدا. لو هفضل اقول تحفه من هنا للسنه الجايه مش هتكفي من كتر حلاوتها ومن كتر ريحتها الحلوه. بدعك كويس جدا بقى البهارات مع البصل، بتديها طعم حلو جدا جدا. حطيت رشه صغيره من جوز الطيب وهدعكهم كويس جدا. هي دي بس البهارات اللي انا بحطها في الكفته. شموا بقى ريحه البصل بالبهارات دي، ريحتها تحفه جدا جدا جدا. هنزل هنا بقى بالبصل وهحطهم مع اللحمه المفرومه، وهبدا اللي انا امكسهم مع بعض. هنا خلاص اللحمه المفرومه كانت فكت، هبدا اللي انا امكسها كويس جدا مع البصله لحد ما الانسجه بتاعتها والبصل تتداخل مع بعض كده، وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده متماسكه كده مع بعض. هنا حسيتها انها محتاجه بقسماط مطحون، عشان كده بحضر البقسماط المطحون. حسيت انها محتاجه بقسماط مطحون، حطيت عليها بقسماط مطحون، وهبدا اللي انا اعجنها تاني. بتاخد عجن 10 دقايق ولا حاجه، ما تزهقوش. بصوا الانسجه بتاعتها بتبقى داخله ازاي في بعض وعامله ازاي، بصوا المنظر اهي. دي بقى بتخليها ما تفكش من على السيخ ابدا. هنا حطيت على ميه البصل زيت، وهبدا ان انا اصبع الكفته على مسن السكاكين بتاعنا. لو ما فيش مسن السكاكين ده تعملوه على اللي هي برضو السيخ بتاع البوتاجاز. لو ما عندكوش سيخ البوتاجاز هتجيبوا اللي هي السياخ بتاعه الشيش طاووق، هتحطي شويه كده على بعض جنب بعض وهتصبعيه عليهم. ساعات والله ما بقاش عندي الحاجات دي كلها، وبجيب قلم من عند الولاد وبصبعه عليهم، قلم رصاص. مش هتقول لا خالص، ما تقلقوش. بعد كده دخلتها الفرن، وببدا اللي انا اطلعها تاني واقلبها على الوش التاني، وتاكلوا بقى احلى كفته. هنا هنعمل سلطه الطحينه. جبت زبديايه وعليها الطحينه، حطيتهم على بعض كده، حطيت عليها خل وحطيت عليها ليمون، تمام. حطيت عليها ملح وفلفل اسود، ولو عايزين تحطوا شطه حطوا، وكمون وكزبره ناشفه. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض بشويه ميه كده صغيرين، ولو حسيتها انها محتاجه ميه تاني هحط لها ميه تاني. انا بحب القوام بتاعها تقيل سيكه، فما بزودش ميه كتير. بس ده القوام اللي انا بحبه للطحينه. ولو في فص توم بقى تحطوا فص توم، بتبقى حلوه جدا جدا. وكده بقت عندكم سلطه الطحينه خلاص خلصت، والكفته كمان جهزت. هنا انا بحط الكفته في الصينيه اهون. ولو عايزين بقى تغلفوها، احنا عندنا المصيف يعتبر سهل عشان خاطر احنا في بورسعيد، فالبحر عندنا متاح، تمام. فانا باخد الصينيه دي كده واغلفها، وبنروح بيها البحر على طول. بحطها في الشنطه وبنروح بيها البحر. عايزين بقى تحطوا لها في حمايه حطوا، مش عايزين براحتكم خالص، بس بجد بيبقى طعمها حلو جدا جدا. جربوا طريقه الكفته دي، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه خالص. هتعجبكم ان شاء الله. واكتبوا لي انتوا كمان اكلات المصيف اللي انتوا بتاخدوها معاكم ايه. واهم حاجه تكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين.